بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنكمل درس العلاقة الخطية. احنا كنا خدنا في الجزء الأولاني من الدرس ازاي نجيب الأزواج المرتبة أو ازاي نحل بصفة عامة العلاقة الخطية. ايه هي الأزواج المرتبة؟ الزوج المرتب بيبقى عبارة عن س وصاد زي ما احنا شايفين كده، عبارة عن س وصاد، س بواحد وصفر، س باتنين وصاد بواحد، س بتلاتة وصاد بكام؟ باتنين. ازاي أمثل التلات أزواج دول على الشبكة البيانية؟ لانه بيطلب مني في الامتحان احيانا ومثلها بيانيا. مثلها بيانيا يعني على كراسة الرسم البياني او الشبكة البيانية اللي هي عبارة عن س وعبارة عن ايه؟ صاد. يبقى انا بعمل خط السينات واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة اللي هي الاعداد الموجبة، وبعمل هنا بيضاهيها في الناحية التانية سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة. والناس ما تكسلش تكتب صاد، تكتب واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة فوق، وتحت سالب واحد في اذكياء بقى يقول لك ايه؟ احنا هنكتب السالب واحد دي مرتين. ايوه يا اخويا اكتبها مرتين. سالب واحد ديت زي ما هي بتاعت س، وسالب واحد دي بتاعت صاد. بلاش فزلكة. والناس تكتب على أول عمود بالظبط. أول عمود أهو يبقى الرقم عليه، ما تكتبليش في النص. ما تكتبليش في النص، محدش يحط لي الواحد دي في النص هنا أهو. حط لي الواحد على العمود والاتنين على العمود، التلاتة على العمود نفس النظام، الواحد على الصف هنا أهو. مش واحد حاططها لي في النص هنا أهو. وطبعا دي معروف إن دي نقطة صفر وصفر اللي هي نقطة الأصل، اسمها واو. يبقى اسمها نقطة الأصل، اسمها واو، اسمها صفر وصفر اللي هي اللي في النص دي. امثل ازاي؟ تعال نمسك اول زوج مرتب. اول زوج مرتب بيقول لي واحد وصفر. خلي بالك في قاعدة استثنائية لما بلاقي صفر. يبقى القاعدة الاستثنائية اللي هقولها دي لما بلاقي صفر، اول ما الاقي صفر بقف عند النقطة، اللي بقف عند المعلوم. ايه المعلوم اللي عندي؟ الواحد. يبقى اول ما الاقي صفر بقف عند مين؟ التانية اللي هي كام؟ الواحد. الواحد دي بتاعت س ولا صاد؟ انت فاهم ان دي س واتفقنا ان دي صاد. يبقى الواحد بتاعت س، يبقى بقف عند الواحد بتاعت س واحط نقطة. اجي عند الواحد، الواحد دي بتاعت س والواحد دي بتاعت صاد، اجي عند الواحد بتاعت س واحط ايه؟ نقطة. صعبة؟ لا ان شاء الله. يبقى كده لما بلاقي صفر خلي بالكم دي قاعدة استثنائية. الباقي عادي خالص بقى، ركز ازاي. عندي اتنين واحد، بقف عند الاول دايما ويا هطلع ينزل. طيب ازاي الكلام دوت؟ بقف عند الاتنين. الاتنين دي بتاعت مين؟ احنا اتفقنا دي س ودي صاد. يبقى الاتنين دي بتاعت مين؟ س. يبقى بقف عند الاتنين اهو، وقفت. يا سيادتك هتطلع يا هنزل. امتى اطلع لفوق؟ لو كان العدد موجب. امتى انزل لتحت؟ لو كان العدد سالب. يبقى هطلع لفوق لو كان العدد موجب. العدد موجب اللي هو كام؟ الواحد. يبقى بقف عند الاتنين واطلع للواحد. وقفت عند الاتنين وهطلع للواحد واحط ايه؟ نقطة. صعبة؟ نفس النظام تحت. ادي س اهي وادي ص اهي. مم. س بكام؟ بتلاتة. يبقى هقف عند التلاتة واطلع لكام؟ للاتنين. هقف عند التلاتة واطلع للاتنين. وقفت عند التلاتة اهو، اطلع للاتنين اهو. ودايما بقف عند س الاول، دايما بقف عند ده الاول، دايما بقف عند س الاول. اي نقطة تقف عليها الاول، ويا هتطلع يا تنزل. لما تلاقي طبعا الثلاث نقط على استقامة واحدة يبقى انت ماشي صح. وممكن توصلهم. اوصلهم بالمسطرة طبعا، خط مستقيم. اوصل بالمسطرة خط مستقيم. طبعا انا بحاول اشوف الخط المستقيم فين، مش لاقيه. ماشي يعني. هنوصل بالمسطرة خط مستقيم بالمسطرة كده. دي معناها إيه؟ ان النقط دي هتبقى هنا وهنا 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 وهنا، ليس لها بداية وليس لها نهاية، على طول ماشي في الاتجاهين. صعب الكلام ده؟ ان شاء الله العملية تبقى سهلة. بركز تاني في قاعدة الصفر، دي قاعدة خاصة. لما بلاقي صفر بقف عند الدي على طول، احط نقطة عند التاني على طول اللي هي كام؟ الواحد. طب الواحد بتاع س ولا صاد؟ بتاع س، حطيت نقطة. والتاني بشتغل عادي خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.